انه لسه مشاكل تراب هي. تراب ما بيلعبش اللعيبه في مكانها، بن شرقي بيلعب يمين، هو ما بيلعبش يمين، هو مكانه شمال. زيزو انا نزل ما فهمتش زيزو نزل يعمل ايه. حسين الشحات كان متالق لما نزل في الجبهه اليمين. انت بتنزل زيزو ليه بقى؟ عايز منه ايه؟ عايزه يعمل ايه؟ طب انت حسين الشحات بيلعب يمين ومتالق، والحقيقه حسين الشحات من احسن الماتشات اللي لعبها في حياته. طب انت بتنزله زيزو عايزه يعمل ايه بقى؟ زيزو المفروض يلعب فين؟ طول ما في مجاملات وطول ما في ظلم في انك تحط اللعيبه في غير اماكن عشان تلعب عدد كبير من النجوم، انت مش هتنجح. هي دي مشكله الاهلي الحقيقيه، النجوم الكتير والفلوس اللي اتصرفت على ناس وفي ظلم. انت عندك حسين شحات لاعب رائع، وعلى فكره طاهر محمد طاهر رغم الناس بتنتقده لاعب جيد جدا ولاعب رائع. ده له مميزات وده له مميزات. يمكن طاهر محمد طاهر يكون ضعيف في واحد على واحد، بيعدي بسرعته لكن مش بالمهاره. لكن دي ميزه ان هو يعدي بسرعته على فكره، مش عيب. حسين شحات راجل عنده مهاره وبيعرف يعمل كورسات، دي مميزات. انت بقى عايز تلعب الناس دي فوق بعضيها. طب انت هو لازم واحد بس اللي يلعب. تلعب زيزو عليهم، زيزو مش احسن منهم، زيزو اغلى منهم فلوس لكن مش احسن منهم. انا رايي ان حسين الشحات احسن واحد في المكان ده اصلا، واقوى واحد وانسب واحد للاهلي. ماتشات وماتشات ممكن لو انت في افريقيا تستخدم طاهر، لو انت بره هيدافع وهيهاجم ولياقته البدنيه هتساعده، لكن مش زيزو. زيزو اقل بدني من طاهر واقل مهاره من حسين. بس انت جبت زيزو عشان تكايد في الزمالك، فبقيت مجبر تلعبه رغم ان هو اقل. فدي النتيجه، انك مش هتحصل على الجوده وهتظلم لعيبه تانيه قاعده على الدكه. هو ده اللي بيحصل في الاهلي. والحقيقه تروب عنده مشكله كبيره في انه عايز يراضي، وده غالبا تعليمات من الاداره، ده مش مدرب. يعني الاختيارات دي مش اختيارات مدرب. انا بشوف ان تروب فاهم، بس هو مضغوط عليه. لازم اللعيبه دي تلعب، لازم محمد بن رمضان يلعب، لازم زيزو يلعب، لازم تريزيجيه يلعب، لازم بن شرقي يلعب. فانت النهارده بتقول لي جامل وحط الناس تلعب اي حاجه. طب انت عايز مني انا ايه؟ فلازم يبقى ده المستوى، وهي دي المشكله. بشوف انه طبعا اللي حصل النهارده مفيد جدا طبعا للزمالك والبيراميدز. بكره ماتش هيبقى صعب جدا، اللي هيفوز فيه هيستريح، يعني هيبقى داخل متفوق على كل الفرق بثلاث نقط. النهارده كلهم 37، يعني السيراميكا بقى 37 تعادل النهارده، الاهلي 37، الزمالك 37، بيراميدز 37. اللي هيفوز بكره هيبقى منفرد بالصداره بفرق ثلاث نقط على اللي تحته. فهيبقى عنده مساحه في ماتش ان هو حتى لو وقع ماتش لا هو لسه في المنافسه ولسه محتفظ بالصداره. فهي دي التركايه يعني. بشوف انه ماتش بكره صعب، لكنه بشوف كمان انه لازم يبقى في حكم اجنبي. ليه؟ ما اعرفش اذا كانوا هيجيبوا حكم اجنبي ولا حكم مصري. ده ماتش المفروض مهم ولازم يبقى حكم اجنبي ولازم نضمن فيه العداله لزد لبيراميدز وللزمالك. على فكره انا شخصيا ما يفرقش معايا مين فيهم يفوز يعني. بيراميدز انا ما بشجعش على فكره الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز. يعني انا بشوف المساله من منطق حيادي وبكره الظلم. ده كل منطقي في اللي انا بقوله يعني. فبشوف انه مهم جدا العداله. انا بشوف ان العداله اهم حاجه في كل حاجه، حتى لو في الكوره مش حاجه تافهه. والظلم فيها لما يتفضح ده شيء مفيد في كل حاجه. فبشوف انه بكره يا ريت نشوف حكم اجنبي ونشوف عداله في التحكيم. الاحسن ياخد ثلاث نقط مش مهم، بيراميدز الزمالك مش مهم. الافضل يبقى في منافسه شريفه، يبقى في عداله. شكرا لكم.